مرحباً بكم. إليكم العناوين. رسالة قوية من سفيان رحيمي لوليد الركراكي. ملف إبراهيم دياز سيحسم قريباً. أشرف حكيمي يخطط لمغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى ريال مدريد. إليكم التفاصيل. قاد النجم المغربي سفيان الرحيمي ناديه العين الإماراتي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز مثير على نسافكارشي 2 مقابل هدف في إياب دور 16. وتألق رحيمي بشكل لافت في المباراة وسجل هدف الانتصار ليؤكد على مستواه الرائع مع العين في الفترة الأخيرة سواء بالدور المحلي أو دوري أبطال آسيا. ويعد تألق رحيمي بمثابة رسالة قوية للمدرب الوطني وليد الركراكي الذي تجاهل المهاجم في كأس أفريقيا الأخيرة بساحل العاج. وتعرض الركراكي لانتقادات واسعة من قبل الجماهير المغربية بسبب عدم استدعاء رحيمي للتشكيلة الأساسية في البطولة القارية، خاصة مع مستواه المبهر مع ناديه. ويؤكد تألق رحيمي مرة أخرى أنه أحد أهم العناصر الهجومية في المغرب، وأن تجاهله من قبل الركراكي كان خطأ فادحاً. قال مسؤول بارز من الجامعة الملكية لكرة القدم بخصوص قرار إبراهيم دياز اللعب للمنتخب المغربي أو منتخب إسبانيا إن مصير دياز سيحسم قريباً جداً، إما للعب مع منتخب أسود الأطلس أو اختيار اللعب مع إسبانيا. وأشار المسؤول إلى أن الجامعة الملكية لا يرغب في الدخول في مناوشات مع الصحافة الإسبانية التي تكتب باستمرار عن دياز قبل أن يحسم قراره بشكل نهائي. وأكد ذات المسؤول أن دياز لاعب حر في اختيار المنتخب الذي يراه مناسباً بالنسبة إليه. هذا وتحاول الصحافة الإسبانية الضغط أكثر على نجم ريال مدريد لاختيار اللاعب للمنتخب لا روخا عبر نشر العديد من المعطيات غير المؤكد منها، والتي تفيد أن اللاعب بالفعل اختار اللعب لإسبانيا، وأن مدرب المنتخب يستعد للمنادة عليه خلال التجمع الإعدادي القادم، والذي سيخوض فيه منتخب إسبانيا مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا. يأتي هذا في الوقت الذي جرى الحديث عن لقاء سري جمع وليد الركراكي بإبراهيم دياز بمراكش، وهو ما نفاه مدرب المنتخب المغربي خلال لقاء تلفزيوني. كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان يدرس بجدية طلب الرحيل عن الفريق في صيف 2025. وتأتي هذه الخطوة بعد أنباء عن اتفاق زميله كيليان مبابي على الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل. ويرغب أشرف حكيمي في اللحاق بصديقه مبابي في ريال مدريد، حيث سبق له اللعب مع النادي الملكي على مدار 13 عاماً قبل تصعيده للفريق الأول في عام 2017. ويعرف حكيمي بأدائه المتميز في مركزه، ويعتبر من أفضل لاعبي العالم في هذا المركز. ويعاني ريال مدريد من نقص في الجبهة اليمنى، حيث يعتمد بشكل أساسي على داني كارفاخال الذي تقدم في السن. ويرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن حكيمي هو الحل الأمثل لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق. وتشير التقارير إلى أن حكيمي قد يضطر إلى البقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في صيف 2026 والرحيل مجاناً إذا رفضت إدارة النادي رحيله في صيف 2025. وتعد هذه الخطوة بمثابة صفقة رابحة لريال مدريد، حيث سيعزز الفريق صفوفه بلاعب من الطراز العالمي دون دفع أي رسوم انتقال.